الحق يا خليل، مش انا كلمت اصحابي عليك وطلعوا اصلا عارفينك انت بتركب الترند يا نجم. انت بتفتكر يا جو ان المحتوى بتاع البشره والشعر ممكن يفرق فعلا مع الناس؟ انت بتفتكر ان انا ممكن ابقى مؤثر في الفتره اللي جايه دي؟ وتفتكر كمان ان انا ممكن اقدم معلومات للناس بتفيدهم؟ طول ما انت نيتك خير وبتعمل ده بدون مقابل، صدقني انت هتوصل للي انت عايزه والاكتر من اللي انت عايزه كمان. طب والله يا جو انت فرحتني وبسطتني. عايز اقول لك بقى اهم حاجه، انا مش هضربك تاني الا لو ضايقتني، ماشي؟ خلاص خلاص ما تقلقش مش هضربك. طب يلا يا عم قول لي بقى معلومات النهارده ايه اللي انت عايز تقولها لي؟ بصراحه يا جو اللي انا عايز اتكلم فيه النهارده هي حاجه مهمه جدا وهتفرق معاك وهتفرق مع كل الناس. الحاجه الاولى الواحد لازم يحدد نوع بشرته ويبدا يعالجها صح على حسب نوع البشره. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان المنتجات اللي احنا بنستخدمها لازم نستشير فيها يا اما دكتور يا اما كونسلتنت. لو انت مش عارف حد انت ممكن تبعت لي عادي جدا وهتلاقيني برد عليك، يا اما هتسيب كومنت يا اما تبعت لي على الخاص وبرضه هتلاقيني برد عليك. طب بالنسبه بقى للناس اللي شعرها بيسقط يا نجم، دي حاجه مهمه جدا بقى لازم اتكلم فيها الصراحه. الناس اللي شعرها بيسقط والناس اللي شعرها بيتقصف، اول حاجه احنا لازم نحدد المنتجات اللي احنا بنستخدمها زي ما انا لسه قايل. طبعا لازم نشوف الشامبو اللي احنا بنستخدمه ونستخدم حاجه تكون طبيه. الحاجه الثانيه لازم نستخدم سيرم يكون مناسب للشعر. الحاجه الثالثه ان احنا لو بنعمل الشعر او بيبليس لازم نوقفه فورا علشان الحاجات دي بتنشف الشعر وبتخليها تتقصف ويتساقط. اخيرا احنا لازم نشوف مخزون الحديد عندنا مظبوط ولا لا، ونبدا لو هو قليل نعالجه. عايز اقول لك حاجه، ان انت تعبك كل ده مش هيروح على الارض، وهعمل لك لايك وهعمل لك كومنت وهعمل شير لاصحابي. هتوحشني يا صديقي، مع السلامه. يلا سلام يا خليل.